عمرك حسيت إنك قاعد في مكان وكل حاجة حواليك تقيلة؟ مش تقيلة بوزنها، تقيلة في إحساسها. الناس، الكلام، الجو العام. حاسس إنك بتفقد شغفك وإنك بتغرق في طاقة مش بتاعتك. في أيام كده بتصحى فيها تحس إنك مش عايز تعمل أي حاجة. حاسس بتقل، مش عارف مصدره إيه. مش شرط تكون مكتئب، بس في حاجة كأنها مسحوبة منك. كل حاجة بتضايقك، وكل كلمة بتوجعك، وكل لحظة بتحس فيها إنك لوحدك. ممكن تكون وسط الناس، وسط أهلك، وسط أصحابك، وبرضه حاسس إنك مش موجود. الموضوع هنا غالبا بيكون عن الطاقة السلبية. بس يعني إيه طاقة سلبية؟ وإزاي تفرق بين إنك فعلا تعبان وبين إن في طاقة حواليك بتستهلكك من غير ما تحس؟ النهاردة هنتكلم عن الطاقة السلبية وهندخل في تفاصيل كتير علشان نطلع منها وإحنا فاهمين. الطاقة مش مصطلح غريب ولا فلسفي، دي شيء بنحسه كل يوم من غير ما نسميه. اللي بيضحك لك من قلبه، واللي بيحضنك بإخلاص، واللي بيكلمك بحب، دول ناس بيشحنوك. واللي بيشتكي على طول، أو بيقلل منك، أو بيصدر لك الخوف، دول ناس بيسحبوك لتحت. الطاقة السلبية مش بس حوالينا، أوقات بتبقى جوانا. بتظهر في شكل أفكار سلبية، مشاعر مقلقة، خوف من المستقبل، ندم على الماضي. والمشكلة إننا بنعيش وسطها على إنها الطبيعي، بس الحقيقة دي مش طبيعي. دي حاجة محتاجة نفهمها ونتعامل معاها. طب إيه مصادر الطاقة السلبية دي؟ أول حاجة الناس. مش كل الناس حواليك بيحبوك، ومش كل اللي بيحبك عارف يعبر عن ده. في ناس وجودهم في حياتك مؤذي حتى لو نيتهم كويسة. الشخص اللي دايما بيحبطك، اللي كل حاجة عنده غلط، اللي بيشوف الدنيا سودة، ده بيسحبك معاه. والمشكلة إنك ممكن تكون بتحبه فتبدأ تستحمل وتقول عادي، أصل هو متضايق. بس الحقيقة أنت اللي بتتعب، وأنت اللي بتدفع التمن. تاني حاجة البيئة. في أماكن مجرد ما تدخلها بتحس إنك مخنوق. شغل كله توتر، بيت كله مشاكل، مكان كله مقارنة وتحكم. البيئة دي بتأثر عليك أكتر مما تتخيل، لأنك مش آلة، أنت بني آدم بيتغذى على السلام والراحة. ولما البيئة دي مش موجودة، طبيعي تتعب، طبيعي تحس إنك مش قادر. تالت حاجة المحتوى اللي بتشوفه. السوشيال ميديا مش بس مضيعة وقت، دي ممكن تبقى أكبر مصدر للطاقة السلبية. كل بوست فيه مقارنة، كل فيديو فيه عنف أو سخرية أو تنمر، بيدخل لعقلك الباطن وانت فاكر نفسك بتتفرج وخلاص. بس الحقيقة عقلك بيخزن كل ده، ومشاعرك بتتأثر وانت مش واخد بالك. رابع حاجة أفكارك انت. أصعب مصدر للطاقة السلبية هو انت. لما تبقى دايما بتجلد نفسك، لما كل قرار تاخده تحس انه غلط، لما تقول على نفسك انك مش كفاية وانك دايما متأخر، انت كده بتعمل في نفسك اللي محدش بيعمله، وده لازم يتوقف. ازاي تتعامل مع الطاقة السلبية؟ أول حاجة فلتر الناس في حياتك. مش لازم تمشي وتسيب الناس، لكن لازم تعيد ترتيبهم في حياتك. في ناس مكانهم يبقى بعيد حتى لو بتحبهم، حب من بعيد وأمان لنفسك من قريب. اتعلم تقول لأ، اتعلم تحمي مساحتك، متخليش أي حد يدخلها إلا اللي بيحترمها. تاني حاجة نظف المحتوى اللي بتستهلكه. ابدأ تابع ناس بتحفزك، ناس بتضحكك من قلبك، ناس بتخليك تطلع من الحلقة السوداء اللي انت فيها.
وابعد عن كل محتوى بيخوفك أو بيحسسك إنك قليل. انت اللي بتختار ايه يدخل دماغك، اختار بعقل. تالت حاجة، واجه أفكارك، ما تهربش منها. كل فكرة سلبية بتعدي في بالك اسألها، دي جاية منين؟ هل هي حقيقية ولا مجرد خوف؟ هل أنا فعلا مش كفاية ولا أنا تعبان ومحتاج أرتاح؟ الفرق بين الإنسان الواعي واللي تايه هو قدرته على المواجهة مش الهروب. رابع حاجة، مارس التفريغ. اكتب، اتكلم، صلي، امشي، ارسم، اصرخ لو لازم، بس طلع اللي جواك، ما تحبسهوش. جسمك وعقلك مش سلة مهملات، لازم تنضفهم من وقت للتاني. خامس حاجة، حاوط نفسك بالحلو. ناس بتضحكك، هواية بتحبها، مكان بيريحك، موسيقى بتهديك. مش رفاهية، دي وسيلة للحياة. الحياة صعبة كفاية، ما تزودهاش على نفسك. كلنا بنعدي بفترات نحس فيها إننا غرقانين، بس في فرق كبير بين إنك تغرق وإنك تقرر تستسلم. خد بالك من نفسك، اسأل نفسك دايما، ايه اللي بيسحبني لتحت وايه اللي بيخليني اطلع لفوق؟ وابتدي خطوة حتى لو صغيرة تجاه النور، تجاه السلام، تجاهك. خليك فاهم ان حماية طاقتك مش انانية، دي حب ذات حقيقي. وحب الذات مش معناه تكبر، حب الذات يعني تبقى صادق مع نفسك وتقول انا استاهل اعيش مرتاح. وفي النهاية انت مش مطالب تكون قوي طول الوقت، بس مطالب تحمي نفسك. لو الدنيا حواليك مش مستقرة، خلي جواك مكان صغير دايما ثابت، مكانك الآمن اللي مفيهوش صوت بيقلل منك ولا فكرة بتسحبك لتحت. وافتكر إن اللي بتحس بيه دلوقتي مش نهاية القصة، دي بس صفحة وهتعدي. وبكده نكون وصلنا لنهاية البودكاست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.